بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عايزنا نجيب من الاول وانا شاب. انا هقول لحضرتك يعني هقول لحضرتك السؤال مثلا، وحضرتك تسترسل بقى براحتك زي ما انت عايز. تمام، احنا هنمشيها محطات. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم 22 سبتمبر 2023، لقاء المجموعة 73 مؤرخين مع البطل عريف عرابي مكسب محمد أحمد، أحد أبطال قوات الصاعقة وأحد الحاصلين على نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى. ونبدأ على بركة الله. طبعا احنا من منزل البطل بمحافظة القاهرة. نبدأ على بركة الله. لقاء المجموعة 73 مؤرخين مع البطل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا بنفسك يا بطل. عريف عرابي مكسب محمد احمد. المجموعه 139 صعقه والكتيبه 103 صعقه. حضرتك بتسألني على نشأتي. النشأة احنا كنا يعني برجع لنشأتي زمان. حضرتك مواليد كام؟ 49. ربنا يبارك في عمرك وصحتك. تعيش. ف في الوقت ده احنا يعني كنت شاب وكنت غاوي ان انا يعني اخش الجيش وانا شاب لسه صغير. كنت غاوي ان انا التحق بالجيش، لدرجة زمان واحنا شباب صغير كنا نحارب بعض بالطوب، وكنت غاوي رياضة. في الوقت ده كنت عامل كوزين بلعب بيهم حديد، وكنت انزل اجري لحد العباسية. انا من باب الشعرية، اجري لحد العباسية وارجع تاني جري، والرياضة في دمي. لعبت مصارعة وخدت جمهورية مصارعة. في الوقت ده كان يعني كنت بعمل تجارب جمهورية. في الوقت ده الجيش خدني، رحت اتجندت. وانا في التجنيد كنت لابس فانيلا شبيكة وكنت بلعب رياضة وصدري عالي فكان في مندوب من الصاعقة موجود، واحنا واقفين: اطلع انت، اطلع انت، اطلع انت، انزل العب ضغط. انا راجل رياضي بلعب ضغط. قوم تعال انت اقف هنا، تعال انت اقف هنا. فاختاروني من الصاعقة ان انا اتجند صاعقة. ويلا هوبا تجنيدي جه صاعقة. وفي الوقت ده طلعنا على نشاط، مركز تدريب في نشاط، مركز تدريب أولي. ده عبارة عن إيه؟ بتتعلم يعني إيه جيش، يعني إيه عسكري، يعني إيه حياة عسكرية. شمال يمين الخطوة المعتادة، يمين در شمال در، سريعا جري، إيه الكلام ده كله. لحد ما تمسك السلاح، كتفا سلاح ميلا سلاح بتتعلم عليه. لحد ما بتضرب نار بتتعلم. كل ده في مركز تدريب. خلصت مركز تدريب بتخش فرقة صاعقة. دخلت فرقة صاعقة. في أثناء وأنا في فرقة صاعقة في يعني عدة حاجات بتعملها في الفرقة. إيه هي؟ مثلا بتركب القارب. القارب فيه 10 أفراد، وفي المعلم قاعد ماسك الدفة. وكذا بقى مركب من انشاز لحد اللهم صل على حضرتك، لحد عند النادي الاهلي كده بعد التحرير فوق تأديف. بنأدف، المعلم قاعد سوا هوب سوا هوب سوا هوب مع بعض، نوصل لحد هناك ونرجع تاني. واحنا راجعين بيبقى في حاجه اسمها هويس، بيبقى في كوبري مثلا كده بتاع، فيجي ايه عند الكوبري ده واطي للميه، فانت يقول لك اقف احمل المركب بتعدي الناحيه الثانيه انزل. كان في سباق
ونحمل المركب ويلا هوبا نطلع على نشاط تاني. في نشاط اركن المراكب كده، المركب السودك ده اركن في برج اسمه برج الثقة. في برج الثقة، البرج ده عالي عالي جدا، اتنين يطلعوا السلم على برج الثقة، المعلم من الناحية التانية، الكلام ده في ترعة الإسماعيلية، المعلم قاعد الناحية التانية بمكبر صوت، اسمك يا فدائي، بتعلن على اسمك. فدائي قربنا اكسب محمد احمد يا فندم، جايز يا فدائي، جايز يا فندم، نط صعقة بحر الجو، تبقى في المية، بتطلع من المية، اجمع بنتغدى بتاع يوم اتنين بتاع في طابور اسمه طابور سير. طيب في وقت من الأوقات كان في طالعين مشروع 80 كيلو ماشي، فالكلام ده وانا في الكتيبة، فكان قائد الكتيبة ورئيس عمليات الكتيبة بالكامل طلع المشروع ده 80 كيلو سير على الأقدام. في الوقت ده أنا كنت تعبان تعب جامد جدا وإعياء ومش قادر، يا فندم مش قادر، يا فندم مش هطلع. ده عربة مكسب، أنت بطل، يلا يلا يلا. طلعت معاه زمزميتين مية مع كل فرد وتسليحك وبتاع والكلام ده. اللي هيرجع بزمزمية فيها مية ليه 24 ساعة، كل عايز يحافظ عشان ينزل 24 ساعة. أنا في الوقت ده دور إعياء جامد مش قادر. يلا هوبا ماشيين ماشيين ماشيين، أول وزن 40 كيلو في تبة عالية، رجالة هنرتاح في بطن التبة دي، اللي عايز ياكل اللي عايز يشرب بتاع الكلام ده. معانا معلبات وبدل العيش بسكوت. قعدنا كلنا وكده، انا طلعت الزمزميه، خلصت الزمزميه، اجمع هنمشي ال 40 كيلو التانيين. احنا واحنا ماشيين انا الاعياء زاد عليا والشمس ساطعه جامده ومش قادر، قعدت في الارض. يا رابي قوم يا وحش قوم، يا مش قادر يا فندم، لا 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 قوم قوم، مش قادر يا فندم مش قادر. قوموني، مشيت. وانا ماشي طلعت الزمزميه التانيه خلصتها واحنا ماشيين، الزمزميتين خلصتهم. اصبح العرق بقى جامد واعياء جامد ومش قادر، اروح قاعد في الارض. العربيه مكسب قوم يا فندم مش قادر يا فندم يا فندم، وبقيت ازعق مش قادر وكده. بقوا يسايسوا فيا وامشي معاهم اروح قاعد تاني. طبعا انا هنا هم سخنين، انا هنا ببردهم لما اقعد، غير ما يا فندم انا مش قادر، علموا عليا على الخريطه وامشوا. في خريطه، علموا عليا على الخريطه وامشوا، سيبوني وامشوا. يا فندم مش قادر. كان في الوقت ده معايا بندقيه، ما كانش معايا اربجيه، انا كان تسليحي اربجيه. طيب معاك البندقيه؟ ايوه يا فندم. معاك ذخيره ولا لا؟ ايوه يا فندم. يا فندم علموا عليا على الخريطه واتفضلوا امشوا. سابوني ومشوا. ارض مفتوحه، ابص كده بعد ما مشوا اروح فين انا وما اعرفش احنا فين بالظبط. مشيوا وانا قمت ادور على حته فيها ظل مش لاقي، لقيت حته يا دوبك يعني كده، يعني يا دوبك انا اخش فيها كده. فعلا رحت داخل تحت ونايم. رحت في النوم شويه وسمعت ايه، ببص لقيت ايه السحليه الكبيره دي كده.
رحت قايم متعامل معاها، مسكتها واتعاملت معاها وحطيت السيخ، وكان في سبرتو كده القرص، قرص وقود. القرص الوقود ده وفيه كبريت وبتولع كل الحشيش في الارض. بقيت اجمع وولعت وبقيت اسخن دي عليها. الجلد اللي فوق بتعمله كده وتبدا تاكل بعد كده. لقيت اتنين من زمايلي جايين، يا ربيع مكتب انت فين يا ربيع؟ فالاشاره بتاعتنا كانت كده يعني اجمع تعالى. فجم لقوني باكل في دي، الله قشطه يلا يا عم هات، وكلوا معايا. بقيت انا 100% والحمد لله، ورحت مكمل معاهم ووصلنا واللهم لك الحمد. في وقت من الاوقات الكتيبه كانت فين؟ انا جماعه يعني خدمت في جبهات كتير، في بورسعيد، في بور فؤاد، في اسماعيليه، في ما فيش منطقه ما خدمتش فيها. طيب الكتيبه كانت فين في الوقت ده؟ في دهشور. وانا في دهشور الكتيبه كان المبيد بينزل، انا جو رياضه، واجي انا من دهشور واقول لزمايلي ايه اللي عايز يجري معايا يجي. بقينا 4 من دهشور لحد الجيزه جري، وارجع تاني جري، لياقه وشباب وقوه وحيويه. يلا هوبا في وقت من الاوقات اتقال ايه؟ جابوا لنا بساطين مفروضه في الارض. البساطين دي فيها عليها معلبات، وانت عارف الانبوبه بتاعت الانبوبه دي تضغط عليها تطلع مربى، انبوبه تانية تضغط عليها تطلع جبنه، بدل العيش بسكوت، علبه كده فيها فول، الفول ده مطحون، عايز تاكل بالبسكوت وتاكل الجبنه والبتاع، تدوس على الانبوبه تطلع لك الجبنه، تطلع مربى وتاكل. وفي الوقت نفسه البتاع اللي بتطلع بتاع الجلوكوز دي فيها ميه. البساطين في الارض كتير يا رجاله، طالعين مشروع لمده 4 ايام، خد اللي يكفيك من الحاجات دي. في الوقت ده كان تسليح أربجين، بندقية خلاص تدريب، كان تسليح أربجين، 6 دنات على ظهري، ودنا في الأربجين، وطبنجة وخنجر، دفاع عن نفس الطبنجة والخنجر. ويلا هوبا كله بقى يشيل في الشدة وبتاعه. هنقعد 4 أيام، يعني خد بقى عشان تمشي وحش ماشي مش قادر من الشيله اللي. فيلا هوبا طلعنا فين؟ على بورسعيد. كان في الوقت ده المعركه اشتغلت، المعركه كانت شغاله في الوقت ده. لما وصلنا بورسعيد الاهالي مهاجره بتاعت بورسعيد، مفيش حد، قليل أوي لما تلاقي مدنيين في بورسعيد. احنا كعسكريين وكده، اطلع البيت ده فصيلة كذا تقعد في الشقة دي، فصيلة كذا تقعد في الشقة دي، في البيوت في بورسعيد. يلا هوبا 2 من زمايلنا خدوهم يستطلعوا دشمة في بور فؤاد. زمايلنا راحوا استطلعوا وشافوا وجم، تعالوا قصاد زمايلكم شفتوا ايه هناك؟ شفنا الدشمة، الافرولات بتاعتهم متعلقة، غسلينها ونشرينها وسكتة خالص، يعني هنروح ناخدها براحة الراحة. مش
خدنا المهام بتاعتنا من الشقه اللي احنا فيها، كل واحد بقى خد المهام. طيب يلا هوبا ايه، جمعنا تحت العربيات، في العربيات ركبناها، وصلنا للمعديه. عند المعديه في ملاحات، الملاحات دي عشان توصل للعدو 15 كيلو عشان توصل له. طيب طول ما انت ماشي في الملاحات مع تخطيط القادة العليا، القيادة العليا، ان الصواريخ والمدفعية بتاعتنا هتمهد لنا وتضرب على الدشمن، واحنا تحت سات النيران رايحين على الدشمن. عند ما نوصل لحد الدشمن القادة مع بعض، اوقف الضرب، احنا وصلنا. جينا ننزل الملاحات. اول ما نزل كان نقيب اسمه محمود حنفي عرابي، وعلى فكره محمود حنفي عرابي ده بيعتبر اخويا النهارده لواء، بيعتبر اخويا في الرضاعه. فاول ما نزل النقيب محمود حنفي عرابي ده الملاحات، فلا بيغرز اعمل حبل رجال، اعمل حبل. عملنا حبل رجال واحنا في الميه بقينا اتبحترنا عن بعض، يعني كل واحد بقى ماشي. شوف بقى لما تبقى ست النانات على ظهرك والاربجيه وده انا في الاربجيه وماشي، الضرب شغال اللي هو ايه، الصواريخ والمدفعيه على الدشمه، على اساس ايه، اللي في الدشمه يحصل ذعر ويخافوا ينكمشوا، احنا نروح. يلا هوبا وصلنا 15 كيلو في الملاحات. لما وصلنا كانت الليله دي كحله. يعني ايه كحله؟ يعني ما كانش القمر طالع، هو بيتسمى كده صعقه. وعارفين النجوم اللي في السماء كنا متدربين عليها، دي مجموعه الدب الاكبر، دي كاسيوبيا، ده المغرفه، متدربين على الحاجات دي. فكانت الليله كحله. كان الاربجيه بتاعي كان مجهز بجهاز رؤيه ليلي غير التلسكوب صغير كده. الجهاز الرؤية الليلي كان كده، كان جاي لنا من روسيا. فكان مركب انا الجهاز ده على الاربجيه وبيديك رؤية جامدة. انا شفت الدشمة، يا فندم تمام يا فندم، الدشمة قدام مننا، ورا هنا بقى احنا راجعين كده، وفوق كده طريق الاسفلت كده، اسفلت، والناحيه الثانيه البحر. الاسفلت ده الدشمه قدامه كده، والاسفلت ده يوديك لحد سينا، حصن بودابست. طبعا هم كانوا محتلين واخدين مواقع جامده لحد سينا. فكان المقصود منه ان احنا نستولى على الدشمه على اساس ناخد رفح وخان يونس وراس محمد وكل ده كنا هناخده. ليه؟ الدبابات المصريه كانت مستنيه الصعقه تستولى على الدشمه، الدبابات تخش. فكان في الوقت ده مدعم علينا كتيبه مشاة هتيجي من البحر، يبقى الصعقه جايه من الملاحات، وكتيبه المشاة جايه من البحر. هنقابل بعض، هنتعامل مع الدشمن. احنا راقدين تحت وفوق عالي، الناحية التانية البحر. كتيبة المشاة جت من البحر، ركبت الاسفلت، شافت الدشمة، ضربوا على الدشمة بدون احنا كصعقة ما يطلع من عندنا طلقة. لسه ما بناخد المهام بتاعتنا، كل ضابط معاه افراد اللي هتشتغل على الدشمة. انت يا فلان وفلان هتعملوا كذا، وانت يا فلان وفلان هتعملوا، وانت هترفع العلم. قوم المشاة ضرب عشوائي على الدشمة، خلوا اللي في الدشمة يضربوا دنات مضيئة في الهواء. يعني ايه دنات مضيئة؟ يعني خلوها ده، بدل ما هي كحلة خلوها ده. شافونا واحنا راقدين وشافوا اللي على الاسفلت، هم في العالي واحنا في الواطي.
المشغل عندهم يفتح يطلع النص بوصه كتيبة المشاة دي وبيدت يعني ايه وبيدت؟ ماتوا. احنا راقدين لسه ما طلعناش طلقه، معاهم مقدم شافنا واحنا راقدين نط من فوق، قوم يا صحكه يا جماعه قوم، خد دفعه ريح. مش تخطيط. لو احنا لوحدنا كنا عرفنا نستولى على الدشمه دي وعرفنا نعمل ايه، كانت النتيجه ايه؟ عشان احنا نتعامل مع الدشمه تيجي تزحف الضرب. طب انا واحد من الناس حطيت الاربجيه جنب مني، والله ده اللي حصل. حطيت الاربجيه جنب مني واتدنيت على ظهري، ارفع وشي الاقي دفعه نيران جايه، احط وشي في الرمل، اعمل ساتر رمل قدام مني، تكاد الذخيره بتاعتهم في شعري كده. ما كناش لابسين خوذ عشان احنا بننط من هنا لهنا كده. ارفع وشي الاقي دفعه نيران حارق خارق، ده ستر ربنا كمان ان هي حارق يعني ولعه وهي جايه لك شايفها بالعين مجرده. فكنت احط وشي في الرمل واجمع رمل اعمل ساتر قدام مني. كده 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 ظابط معانا قال لي يا عرابي انا عايزك المشغل اللي بيفتح ده عنده ما يفتح تضرب دايما. يا فندم ما ينفعش. وايه اللي ما ينفعش؟ انت مش عايز تنفذ الامر ولا ايه؟ يا فندم طب بس خليه. تعالى يا احمد سيد. احمد سيد ده قاعد على ربع ونص والاربجيه، المشغل فتح قفل بيضرب الدنا، عمل السكترمه. يعني ايه السكترمه؟ عملت كده يعني مش كده كده. المشغل فتح، احمد سيد دخل دفعه نيران ريح. الضابط جاني سلاحفه جاني قال لي احمد سيد السوشي يا فندم ده كان مصيري. انا بقول له يا فندم ده كان مصيري. كده 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 لحد اول ضوء ما طلع. اول ضوء طلع طيارات فانتوم من عندهم، طيارتين فانتوم، وهم طايرين جم علينا. الطيار ينزل وهو طالع بالفقار علينا، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. راحوا متصلين بدبابات من عندهم، عربية إشارة وعربية مجنزرة من عندهم. كان في سين 3 زميلنا قطع طريق. يعني ايه قطع طريق؟ يعني لو في دبابات ولا حاجة جاية سين 3 هتتعامل معاها. احنا كسين 2 كنا بنتعامل مع الدشمة. الدبابات دي وهي جاية فاتحة نار علينا، بقت الدشمة تضرب علينا، طيران من فوق بيضرب علينا، الدبابات بتضرب علينا، يعني كده كده ميت ميت ميت، هترجع ازاي؟ فسين 3 اتعاملت مع الدبابات. في الوقت ده يا رجاله اربجات تتعامل مع زمايلكم. جرينا رقدنا، اتصلوا بدبابات تانية 7 دبابات والعربية الإشارة والعربية دول اتدمروا تدمير شامل، دمرناهم تدمير شامل. في الوقت نفسه الطيران شغال علينا. نسيت اقول لك كان في دشمة بتاعتنا بتاعت المدفعية على اللسان، على اللسان. دول كانوا بيضربوا على الطيارات يعني تطفيش. الطيار ده والله كده يلعب في السما كده، طيارتين يعملوا كده ويسيبونا ويمشوا، وقلنا بعد وقت الطيار يطلع فوق وهو نازل وطالع بالفقار اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. في الوقت ده قال لك ايه؟ يا رجاله اخلي 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 اخلي. بقينا نخلي المنطقه، في زمايلك مصابين ومرميين في الارض. وطول الليل بقى كنت تسمع الشهاده دي، وطول الليل تسمع الاوجاع بتاعت زمايلك، واللي اشهد ان لا اله الا الله وبتشاهد. في زميل ليا مصاب في رجله، هات ايدك يا وحش، زميلي ويكاد في فصلتي، سندته مصاب في رجله. يلا هوبا ايه اللي احنا جايين منه بقى، هنرجعوا في الملاحات.
فواحنا ماشيين في الملاحات قبل ما نخش احنا في الملاحات، انا وزميلي ده مسنده، زمايلي بينزلوا في الملاحات وماشيين. انا كان اسمه بكر بالمناسبه، يا رب يكون عايش يا بكر ولا حاجه تسمعني. في الوقت ده انا مسند بكر وماشيين، كان معاه بندقيه. فبكر بدل ما ننزل في الملاحات تعالى نمشي ايه في النشف كده في الصحراء، وواخده وماشيين كده 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 بعدنا عن زمايلنا. بقيت انا وهو في الصحراء، شفنا دشمة على بعض. قلت له بكر دشمة مصرية ايه؟ مش عرفك ان هي مصرية؟ قلت له مصرية. قال لي مش عرفك ان هي مصرية؟ يا عم بس امشي على الاقل لو كده نملى الزمازم من عندهم وبتاع كده. يلا هوبا ماشيين رايحين الدشمة، كل ما نقرب يعملوا لنا كده. مش بقول لك يا بكر مصرية؟ بيشاوروا لنا اهو، يلا يلا. قربنا اكتر لقينا خوذ زيتي وافرولات زيتي، تعالوا يا بكر اجري. جرينا راحوا فاتحين علينا نار. لما فتح علينا نار انا بالاربجيه ورحت قاعد على الركبه ونص، بوم ضرب عدانة اربجيه ولعت الدنيا. جريت انا وبكر بقى يزك لحد الملاحات، نزلنا من الملاحات يلا هوبا هوبا وصلنا بورسعيد. واحنا في بورسعيد طبعا احنا قاعدين في البيوت، اقسم بالله كان في خونة في بورسعيد. بمعنى احنا كنا قاعدين في البيوت، الخاين ده يمسك الخوذة ويحط فيها مراية ويشاور للعدو على ضوء الشمس احنا قاعدين فين كده، على ضوء الشمس احنا قاعدين في البيت ده. والطيار يجي يضرب وستر ربنا يضرب بعد البيت اللي احنا قاعدين فيه باربع بيوت. كان في زميل لينا كانوا محذرين ان احنا ما نوقفش في البلكونات وبتاع والكلام ده، زميل لينا كان واقف في البلكونه. احنا لما ده انا على الفرات اللي بتلتئم يعني مساحه جامده، ده انا على الفرات. فزميلي ده احنا واحنا نازلين نجري على السلم في العمود الفقري خد شظيتين، شلناه وبنجري بيه وبتاع يلا هوبا ايه عشان توديه المستشفى في بورسعيد. تخش الطرقه المستشفى في الطرقه نفسها العساكر ما تعرفش هتدوس عليهم متداخل. عقبال ما وصلنا كان زميلنا ده مات في العمود الفقري شظيتين. ف كل فصيله قاعده في شقه. لما رجعنا بيسالوا ايه مين شاف مين مات مين مصاب مين مش عارف ايه، بيتسال الكلام ده وبيتكتب. في الوقت ده واحنا قاعدين جالنا اوامر ان احنا نطلع على اسماعيليه. كانت المجموعه 133 كانت في بعطوه في الوقت ده، وكانوا مشتركين مع الدبابات. فاحنا لما رحنا هم مشتركين مع الدبابات كانوا دمروا، ولقونا احنا جينا الشهامه بقت اكتر، يلا رجاله 133 يلا رجاله. اتعاملنا معاهم. فانا لما في الوقت ده كان في واحد زميلي مش عارف اقول الله يرحمه ولا اقول ايه لان ده استشهد يعني، وكنت اتمنى انا الشهاده في اي وقت والله، وجاتني الشهاده بس ما لحقتهاش وهقول لك عليها دلوقتي. زميلي ده كان من باب الشعريه من عندنا والبيت جنب البيت. كان هو في المجموعه 133 وانا في 139 صعقه. الكتيبه بتاعته كانت كده وانا الكتيبه بتاعتي كده، وسلك الشائك اللي يفرقنا. كنت انا عنده شويه وهو عندي شويه، وبالمناسبه كان بيلعب معايا مصارعه قبل برضه دخولنا الجيش. فانا بسال عليه الضابط بتاعه قال لي استشهد. ازاي؟ استشهد؟ البيت جنب البيت بيعتبر اخ ليا. ازاي؟ المهم اتحكى لي استشهد ازاي.
كان هو واربعه زمايله في ابو عطوه. الدبابات جايه وهو على ركبه ونص وضرب دانه ما جاتش، زمايله جريوا، الدبابه بالجنزير راح دايسه عليه، اتهرس. انا لما سمعت كده حصل لي هستيريا، بقيت ازعق واي حد العساكر بتاعتهم اللي ماتوا، انا مش لاقي العدو قدام مني اتعامل معاه. جبت العسكري الاسرائيلي، شباك بتوع البيوت بتاع الفلاحين مبني من الطين البيت، وبربطه على اساس اضربه. زمايلي اوعى انت هتهد البيت ده. ماسورة الدبابه بتاعتهم ربطته بالجنزير وبدايه الارجليه بوم وهو ميت عشان علي زميلي ده. تقهقر للخلف، رجعنا للخلف مش اللي قدام، تقهقر للخلف، رجعنا للخلف. منطقه اسمها نفيشه، يا رجاله في اشجار بتاعت مانجا وبرتقال وبتاع، الاشجار دي واطيه، كل واحد يعمل له حفره وينزل فيها. نقطه المبيد بتاعتنا الحفره دي. العدو رصدنا طول الليل بالهاون بيضربنا. دانش الهاون صوتها وعند الانفجار بوم. ادانا وهي جايه اقول دي جايان انا، اللي جنبي يقول لا دي جايان انا، وانا يقول لا جايان انا. بنتسابق عن الموت. في الوقت ده انت بتنسى الدنيا، ولا امك ولا ابوك ولا اخوك ولا لا لا لا. اثناء المعركه على كفك، روحك على كفك، والعدو اللي قدام منك لو هو يموتك لا انت تموته. فبيضربونا بالهون رازلنا. يا رجاله جالنا اوامر ان احنا ايه نرجع تاني. يلا هوبا من ابو عطوه دخلنا على نفيشه. كان الفلاحين كانوا بيجرفوا الارض وعاملين يعني زي تقول تباب تلال. يا رجاله كل واحد ياخد ساتر الليل كان ليل. في الوقت ده الليل كان ليل. رئيس عمليات قال لنقيب معانا انا عايز 5 رجاله يطلعوا يستطلعوا على العدو من البرج بتاع الحمام ده. انت عشان تطلع البرج ده في ترعه انت بتعديها، بتعدي الترعه وبتوصل للبرج الحمام ده. انا وزمايلي طلعنا، كان في الشتاء وكنا في رمضان، وعلى فكره ما كانش فيه نوم، ما كانش فيه نوم اطلاقا، ليل ونهار العدو قدام منا ونتسلل ونروح لهم في الدفل سوان. في الوقت ده تعالى عربية مكسب، شوف لي 4 رجاله معاك. تمام يا فندم، هتطلعوا البرج ده وتستطلعوا منه على العدو. في الوقت ده يلا هوبا شفت الرجاله اللي هيطلعوا معايا وعدينا ترعه وطلعنا البرج. البرج دفن، كنا في الشتاء. واحنا قاعدين احنا ما بننامش، انا اقدم واحد وانا اللي اقودهم. لقيت نفسي انا بنام وانا قاعد كده زي ما انا قاعد كده، والاربجيه قدام مني، ولقيت نفسي بعمل كده. فشويه استيقظ هم نايمين، العدو متقدم من العيون بتاعت الحمام دي، العدو متقدم اصحى. العدو مش متقدم، بس انا اقدم واحد ولازم ان انا اصحى. كان في الوقت اللي انا نسيت اقول لك كان مديني تليفون، قال لي لو في اي حاجه اديني رنج. كان زمان الرنج ده ايه، كان زي بكره كده ويدي رنج ترن عنده. لو في اي تقدم للعدو، لو في اي حاجه اديني رنج.
تمام يا فندم. بعد ساعة بالكتير قوي نادى عليا هات التليفون وانزل. تمام يا فندم، نزلت قال لي هات التليفون ده وكما كنت ارجع تاني. يا فندم ليه؟ قال لي ارجع تاني. اي تقدم للعدو انت وزمايلك تنطوا ازاي تعدوا الترعه دي ازاي ما اعرفش. لو دبابه انت ضربت عليها زي ما بحكي لك كده، لو دبابه انت ضربت عليها والداله ما لبستش هتشيلك انت واللي معاك. تمام يا فندم. فكانت النتيجه ايه؟ في الوقت ده النهار طلع، انضم لنا لزمايلنا، ركبنا السكه الحديد. الكلام ده في عزبة الخشاينة. وعلى فكرة كنا بنطلع نرص ألغام فين في حتة اسمها ايه؟ الدريسة. كل ده شاملة اسماعيلية. كنا بنروح نرص ألغام اسمه لغم شرابني. تحفر وتحط اللغم وتشد التيلة تدي بيها. تمام يا فندم. التيلة بتاعت زراعة اللغم. والله العظيم في وقت من الأوقات واحنا بنرص اللغم انا تحت العدو كده والفردين فوق مني وانا تحتيهم كده. في الوقت ده قال لك ما حدش يضرب نار لو اكتشفنا، الا لو اكتشفنا. يعني ممنوع ضرب نار. احنا رايحين نرص لغم، حط اللغم وارجع. تضرب نار لا. لو كشفونا اشتغل. الاتنين العدو يجوا كده ويعملوا خلف دور زي ماسكين خدمة وانا تحت منهم. يعني لو احنا قاصدين ان احنا نضرب كنا جبناهم حيين. كان هيتشدوا. في حاجة في عزبة الخشاينة ركبنا السكة الحديد. خد الرجالة اللي معاك ال5 أفراد وروح استطلع قدام شوية كده. كان نقيب كان اسمه سامح لذكر الاسماء. رحنا عشان نستطلع المكان. كان في دفل سوار. هم محتلين جنينه كبيره وليها سور وليها باب، يعني فتحه كده. اقسم بالله زي ما بكلمكم كده 2 من عندهم اسرائيليين بقوا يبصوا علينا كده ويعملوا كده، يبصوا علينا كده ويعملوا كده. احنا 5 افراد والنقيب 6، وكان في بعض زمايلنا بيستطلعوا الناحيه الثانيه كده. الفردين الاسرائيليين دول رقدوا وزحفوا بتاع يعني مفيش متر بيزحفوا علينا. كان في الوقت ده قال لك ايه؟ ممنوع ضرب نار. ليه؟ كان حصل وقف اطلاق النار. نسيت اقول لكم في اليوم بتاع بالليل ده كان حصل وقف اطلاق النار. اللي كان مقرر فيه ايه؟ يوم وقف اطلاق النار كان مقرر فيه ايه؟ اللي هو سعد الدين الشاذلي قال له يا فندم، يقول للرئيس الله يرحمه السادات انا واضع خطه يا فندم سأبيد المنطقه بالكامل عشان اطهر المكان ده كله، المكان اللي قاعد فيه العدو واحنا قاعدين كده. في اليوم ده اتعمل لنا تخطيط رمل. وتخطيط رمل دي اللي خش الجيش يعرف يعني ايه تخطيط رمل. زي خريطه، وهنخش من هنا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. والطيران بتاعنا كان طيران تيو بيشيل معدات تقيله. طيران اسمه تيو بيشيل معدات تقيله. المعدات التقيله دي هيخش الطيران واحنا كصعقه مترجلين على رجلينا، والطيران هيضرب عاطل مع باطل يعني مننا ومنهم عشان يطهر المنطقه. سعد الدين الشاذلي بيقول له يا ريس الخطه انا واضعها كذا 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 وهنضحي من عندنا بقد كده. الله يرحمه السادات قال مش هضحي بعيالي. ده اللي وصل لنا. طبعا انا ما سمعتش. ده اللي وصل لنا.
انا مش هضحي بعيالي كما كنت الخطه. من هنا حصل اختلاف مع بعض مع سعد الدين الشاذلي الله يرحمه السادات. فارجع لك، والاثنين العساكر الاسرائيليين رقدوا وزحفوا بتاع ميكس وبقوا في مطرحهم. فواحد منهم انت مصري ارفع ايدك تعالى هون. النقيب اللي معانا اسمه سامح قال له يا عرابي انت صوتك عالي رد عليهم. انا بقول لهم ايه اللي جابكم هنا؟ يقول لي انت مصري ارفع ايدك تعالى هون. هنا المنا المصري. هو بيكلمني باللغه دي. هنا المنا المصري تعالى هنا المصري. هنا المنا المصري. وانا اقول له تعالى انت. هو يرد عليا يقول لي هنا المنا المصري. انا بقول لهم ده ارضنا احنا، ايه اللي جابكم هنا؟ يرد عليا يقول لي ارضك انت واحد يوم، انا ارضي انا بقالي 10 يوم. بقاله 10 ايام موجود في المكان ده، انا لسه جاي يوم واحد. هو بقاله 10 ايام يقول لي ارضي انا 10 ايام. ده انت قاعد في مصر، ده انت قاعد عندنا، ازاي بقت ارضك؟ وانا اقول له تعالى انت. عارف الخناقه لما يكون واحد بيتخانق مع واحد يقول له لو راجل تعالى لي، لا تعالى لي انت. هو ده كان موجود الكلام ده. وانا اقول له تعالى انت، وهو يقول لي هنا امان مصري. طب هنا امان مصري تعالى، انا عندي برضه امان تعالى. كان في الوقت ده ممنوع ضرب نار. كان في الوقت ده دبابه مخندقه وعربيه اشاره. زميلي جنب مني بيقول لي ايه نضرب؟ قلت له شوقي، كان اسمه شوقي. شوقي انا هضرب في الدبابه وانت اضرب في ايه؟ في عربيه الاشاره دي. يرد عليا يقول لي ايه مفيش امر بالضرب يا دفعه. اقول له يا فندم نضرب. يقول لي ايه مفيش امر بالضرب. يا فندم زمايلي اللي كانوا بيستطلعوا الناحيه الثانيه جايين جري. يا فندم هتاخد اسرى، يا فندم هنموت، يا فندم. عربيتين محملين اسرائيليين وستر ربنا غرزوا في الرمل، العجل بقى يلف على الفاضي. يا فندم نضرب. قال هروح اجيب لكم امر بالضرب. هو عمل الخلف ضره وبيجري وانا بدلت الارضيه بوم في الدبابه، وزميلي زمايلي بالبنادق والرشاشات كان شعار الصعقه قصب واهرب. ما تقفش، قصب خلاص ضربت اهرب، ما تقفش. كان زمان بيعلمونا واحنا واقفين في الطابور يجي المعلم يروح ضربك بالقلم ويجري. القائد واقف يقول لك انت لسه هتحط ايدك على خدك؟ اجري وراك اضربه زي ما ضربك، زي ما ضربك. اي واحد بياخد قلم بيعمل كده. انت لسه هتحط ايدك كده؟ اجري. ده كان شعار الصعب. فكان في الوقت ده زمايلي بقى اللي بيمسكوا كتير راجع على السكه الحديد لما لقونا اشتبكنا راحوا مشتبكين. احنا رقدنا على السكه الحديد. بدأت الرابجين بيب بيب بيب. في ضرب بيجي من الناحيه دي. الله، الضرب ده بيجي منين؟ زميلي كان مسيحي. قال لي يا عرابي في ضرب بيجي من فوق النخله دي. نخله ايه يا شفيق؟ في ضرب بيجي من فوق النخله دي والضرب شغال.